فضلك يا انسه، قلت لك عايزه منى هي اللي تقص لي شعري. انت منى؟ لا. ولما هو لا لازقه في قفايا ليه؟ فين صاحبه المحل؟ يا صاحبه المحل، يا صاحبه المحل. ما تقلقيش يا مدام، رندا زي منى بالظبط، ايديها تتلف في حرير. تتلف في حرير، تتلف في قطن. انا جايه المحل ده عشان منى. طب اهدي وانا هنجيب لك منى. خلاص يا مدام، اتفضلي اتفضلي. انت منى؟ امال بكنام؟ ايوه منى. ايه ده يا مدام؟ قومي حضرتك. والله. الله يخرب بيتك يا منى، شعري باظ، انا اتدمرت، انا خلاص بقيت انفد. ده كريم، ده كريم، ده كريم، ده كريم. ها حرام عليك. ودي اعمل بيها ايه؟ اهدي بس اهدي بس يا مدام وانا هنظبطهولك. انسه ومتكلمين عليا. طب اهدي يا انسه وانا هنظبطهولك. هتظبطي ايه؟ هتلزقيه؟ حرام عليكي، حرام عليكي. نواجه المجتمع ازاي دلوقتي؟ ايه ده؟ ده خلالك زي القمر، تعملي فيا كده؟ لا هنقرع بقى. قمر ايه يا مدام؟ انت بتتكلمي عن واحده ما جاتش. حقد المرأة ضد المرأة زميلتها. حرام عليك. وكمان مش عاجبك اني زي القمر؟ طب والله هنروح نعمل لك محضر في اهدي بس يا مدام، اهدي، احنا اسفين جدا. مديلي اجازتي اسبوع يا مدام. ماشي. انت تستقيلي احسن. معلش يا مدام اعذريها، اصل والدها متوفي من اسبوع بس. يا رب العيلة كلها تموت بكرة الصبح. يا ست الستات، جاي ولا الدور الجاي؟ على النعمة انت جامد ومتدلع. ها متدلع. ايش انا موزه ولا ايه؟ لا دبانه تبت يا خفيف. لا والنبي. النبي. والله حبيبي منك له، خد اخوك وامشي من هنا لحسن يمين بالله، وحياة مين مسكني مقصر هخليكوا فرجه للكورنيش كله. يلا يا عم سيب ست الكونتيسرا تفتكر نفسها حلوه ولا حاجه. سلام يا عسل. لا يا واد وانت اللي احمد عز.
دي منى. ما انا عارفه هي منى، هي حبيبتي جايه من البلكونه ليه؟ كنت بتنشري؟ انا مش قادره اصدق عيني، قاعدين بتتفرجوا على التلفزيون عادي كده ولا كأن في حاجه حصلت. انت يا عمتي فردوس تعملي كده؟ يا الف خساره على عمات. ايه يا منى انت فاهمه غلط. هو ايه حصل لده كله؟ ايه حصل لده كله؟ اخوك يبقى لسه ميت وانت وجوزك اللي قاعد لي على البحر ده قاعدين تتفرجوا على التلفزيون وتاكلوا لب وسداني. لب وسداني؟ والله ما حصل، ده كاجو. كمان كاجو كمان كاجو. بصي يا منى انا هفهمك يا حبيبتي، انا كنت نايمه في اوضتي لوحدي، ما انت عارفه فرغالي واطي. المهم خرجت لقيت التلفزيون شغال، قلت له اخس عليك يا فرغالي، اخس عليك يا فرغالي، التلفزيون شغال واخويا حبيبي لسه ميت، امال الجيران يعملوا ايه؟ دي كدابه، هي اللي حاولت تاثر عليها باللب والكاجو، ولما تلاقت موقفي قوي وصامد حاولت تاثر عليها بحاجات تانية. ماشي. ايه منى؟ اوعي منى شيلي ايدك، اخس عليكي، اوعي. اوعي انت، ده هيفضل عندي امانه لحد ال40. يا لهوي لحد ال40؟ وانا اللي كنت مفكراك بتحب ابويا الله يرحمه. يا الف خساره على جواز العمات، يا الف خساره. ده خيبه، هو كان بيحب عمتك لما يحب اخو عمتك. اخو عمتي مين؟ ابوكي يا منى. كنا بنحبه بس مش للدرجه دي. خلاص يبقى التلفزيون ده يتشال لحد الثانويه. وتشيلي لي الثانويه يا منى، ما تشيلي لي الجامعه احسن. ماشي يا منى، انا بقى هندهلك عمك سعيد، هو اللي بيعرف يشكمك. انت هتخوفيني اندهيه، بس يكون في معلومك التلفزيون ده مش هيتفتح في البيت ابدا طول ما ابويا ميت. اتحديني يا منى. ماشي سعيد، اخويا سعيد، يا زيعه. في ايه؟ تعالى. ايه سعيد ده في ايه؟ تعالى شوف منى وعمايل منى ويوم منى الاسود. يرضيك يا عمي، ابويا اللي ميت ما بقالوش اسبوع وعمتي دي اللي هي اخته تفتح التلفزيون؟ ما حصلش، انت بتصدقها يا سيعه؟ ما فتحتوش، هتسال الواد كتاليلا بتاع المواصله. تلفزيوني يا خراسي. ماشي يا منى. ده انا هتجيلي فتح. شفت يا عمي؟ شفت يا بنتي؟ شفت؟ ادي اخرتها. ابويا يتعمل فيه كده؟ ابويا ده اللي لموكوا كلكم في بيت واحد ولا خدش منكم الابيض ولا اسود. معلش يا منى يا بنتي، ما انت عارفه عمتك فردوس ما بتحبش النكد، بتحب الفرفشه. ومعلش دي نصرفها من انه بنك؟ ابويا اللي هو اخوها يكون ميت وتقولي بتحبش النكد؟ نكد ايه؟ لولا تعالي يا حبيبتي، تعالي يا حبيبتي. لابسه احمر يا ليلى؟ عمك اللي هو اخو ابوكي ميت وانتي لابسه احمر؟ اصل النهارده الاهلي غلب، ده كان حته دي ماتش محتاج رجليكي. اول جون جابوا ابو تريكه، تاني جون جابوا شيكابالا. انت اتفرجت على الماتش يا عمي؟ فتحت التلفزيون واتفرجت على الماتش؟ دي وصيه، وصيه ابوك الله يرحمه. الله يرحمه وصاني ان انا ما فوتش ماتش للاهلي، وخصوصا المطوشه اللي بيغلب فيها 3. ما انت عارفاه كان اهلاوي متعصب. عارفه يا عمي. الله يرحمك يا بابا. يا اختي الله يرحمه بقى، ده فريد الأطرش مات. سيبك، عامله لك شويه رز بلبن عجبه، بصي هيطلع على قلبك. ده رز بلبن؟ وايه ده زبيب؟ وجوز الهند كمان. خلاص ما بقاش في حد عنده دم في ام العماره السوداء دي. يا بابا وين يا بابا يا بابا. عنك ده انا نفسي فيه من زمان. نفسك فيه؟ يا بابا قفش بقى انا قافش. قلت لك عيله معفنه وبرضه ما صدقتنيش. وانت يعني اللي نضيف. الكمبيوتر ده بتاع مين؟ ده بتاع عمك حمدي، قفشته وهو بيلعب عليه جيمز. جيمز؟ ده انا قايل له قبل كده يعلمني، قال لي ما بنعرفش نلعب. بتقول ايه؟ لا ولا حاجه. الله، الخلاط الجميل ده بتاع مين؟ اسكت يا بوبو، مش انا قفشت عمتك افكار وهي بتعمل عليه عصير فراوله؟ فراوله؟ طب مش كانت تعمل عليه خروب او يمشي مع الموقف؟ بس برافو عليك والله منمون، كده الشقق كلها خاليه من الترفيه، ما قدمهمش غير الاكتئاب والحزن وده المطلوب. طبعا يا بابا لازم يحزنوا، ده ابويا كبير العيله، واذا كانوا ناس وعمل معاهم ايه انا مفكرهم. انت فاكره ان هم يحزنوا على ابوكي؟ دول حزنين على حاجتهم. هم المهم يحزنوا والسلام. مستفردين بيكي والله يا منمن، علشان خاطر بقيتي وحيده ومفيش جنبك راجل. فعلا. حد كان يستجري يعمل معايا كده لما ابويا مات؟ ده انا كنت منفخهم. ليه؟ حاضر. بس يا ابني.
بتحط اغاني على موبايلك يا بؤبؤ وعمك لسه ميت يا واطي؟ دي اي دمعة حزن لا، يعني ماشيه مع الموقف الحزين اللي احنا فيه برضك. اغنيه يا بؤبؤ، انا مش قادره اصدق نفسي. انت يا ريتني كنت مت قبل ما عملت الاغنيه دي. خلاص ولا زعلي نفسك منها، انا هشيلها ونغيرها لك ونحط لك اغنيه راح. انا ابويا ما راحش يا بؤبؤ، ابويا هنا. طب احط لك اغنيه راجعين. هو اللي بيروح بيرجع تاني؟ لا يبقى كده هحط لك انا عايش ومش عايش، وساعتها ما نبقاش عارفين احنا نعزي ولا لا. طب اسكت يا بؤبؤ اسكت. عاشق بحب في كل لحظة، في كل نظرة عينيا بتقولها لعينيك، يتهجى قلبي معاني حبك، بحبك بموت من شوقي ليك. نهى انت رايحه الكليه النهارده يا حبيبتي؟ كل يوم عندي كلية وكل يوم تسألي نفس السؤال. خير يا ماما يا حبيبتي مالك؟ مش سامعه اخوكي مقطع نفسه يا حبة عيني، شايل هم بعد بكره. بس عمرو مبسوط يا حبيبتي، مش زعلان زي ما انتي فاكرة. مش عرفك؟ ماما الأغنية اللي عمرو بيغنيها فرحانة آخر حاجة. وما قلتيش ليه انها فرحانة؟ ما انتي يا ماما اللي بتدوري على أي حاجة تزعلك وخلاص. قصدك ايه يا بنت؟ أنا نكدية ولا نكدية؟ ماما باي أنا عندي كلية. بس يا حبيبتي ندعي عليك دعوتين عشان ربنا يوفقك يا رب. يا رب وفق في ميعاد بكره ويشتغل في الخارجيه، اديله على قد تعبه ومذاكرته يا رب. ماما على فكره انت بتدعي لعمرو. وفيها ايه لما ادعي له؟ هو مش اخوك ولا مش اخوك؟ هو بابا فين؟ تسأل على بابا ليه يا حبيبي؟ مالك؟ حاسس بيه يا حبيب امك؟ نوى معلش نسيت اقول لها حاجه. هو في ايه والباب ايه اللي هي عايزه تفتحه؟ بلاش مسخره، هي ناقصه. بس احسن جايه. حطهم هنا يا بؤبؤ. شاي. قولي لي يا منى، مشروع زي ده محتاج مصاريف، تقدري تقولي لي هتجيبي تكاليفه منين؟ ابويا الله يرحمه ساب لي مبلغ كده في المسطح. كما منا انت مالك انتي؟ ياه كل ده؟ بس حكايه الكوفير دي مش داخله دماغي خالص. ومش مهم تدخل دماغك من اساسه، وبعدين مش عاجبك ما تبيش تيجي تحلقي عندنا. احنا مش بتوع الكلام الفارغ ده. كوافير ايه ومسخره ايه وفتله ايه اللي بتتكلمي عليها يا منى؟ فتله؟ هو انا بنقول لك هنفتح مصنع نسيج؟ النسوان ما عادوش بيروحوا للكوافير، هم لاقيين ياكلوا عشان يتزوقوا. احنا نجيبوا كام ريسيفر كده ونعمله وصلات للناس، انا بنتاجر في الموضوع ده وبنفهمه فيه، بس بلاش موضوع الكوافير دي عشان انا الوحيد اللي مش هستفيد منه. بس دي تعتبر سرقه. ابي فكري احنا نفتح مشروع عصير قصب، مشروع يكسب 100 والناس عندها مشاكل كتير في الكلى. طبعا عشان الحصوه اللي في كليتك، وتقعد تشرب في عصير قصب لحد بالصلاه على النبي ما الحصوه تنزل ونقفل المحل، مش كده؟ انا بقول نفتح محلات ترشي، وانت عارفه يا منمن ترشي زينبه لا يعلى عليه، شربات. طب يا جماعه انا سعيده قوي ان انا سمعت رايكم، اظن كده نفتح محل كوافير واحنا مطمنين. ايه؟ امال بعتلنا بتاخدي راينا ليه؟ حقكم تقولوا رايكم، الديمقراطيه بتقول كده، بس انا كمان حقي نعمل اللي على مزاجي. مش بمزاجك يا منى، المحل ده زماليكي فيه، احنا لينا فيه. ايوه لان ده ورث ولازم يتوزع حسب الشرع والدين، وابوك الله يرحمه. ما بلاش انت يا عمي بالذات تتكلم عن الشرع والدين. احنا خايفين على مصلحتك لانك امانه في رقبتنا، يعني عرضنا شرفنا. متشكرين ليكوا قوي يا جماعه. اتفضل الاجتماع يا بؤبؤ. مفيش شاي. شكلنا اتهزقنا. مش قوي، معلش يا انكل فكري. قطر الدنيا غدارة غدارة تغدر كل المدينة غدارة. ايه اللي بتعمليه ده يا منى؟ بتزوق عربيات؟ مفيش رجاله يعني في البلد ولا ايه يا منى؟ رجاله مين يا بؤبؤ؟ الرجاله راحوا مع اللي راحوا في 73، اللي موجود دلوقتي مخلفات حروب. ثم انت ايه اللي جابك هنا؟ واوعى تقول لي صدفه، انا شايفاك وانت جاي راشق ناحيتي. حلوه راشق دي، بس الصراحه انا قصدها. بس انا بقى عايزه نقعد لوحدي. معلش يا منى بس كلمتين بس معصبين في دماغي ومحتاجين يتربطوا يعني. اتفضل قول وصدعني يا سي بؤبؤ. ايه رايك فيا؟
من انه ناحيه بالظبط يعني؟ يعني من حيث العفشه كلها على بعضها يعني. صراحه يا بؤبؤ العفشه قفشه. لا يا راجل. والله. لخص بقى وقول كنت عايز ايه؟ بصراحه كده يا منى بنحبك وعايز نتجوزك. ليه كده يا بؤبؤ؟ انا عملت لك حاجه عشان تقول لي كده؟ عملت لي كتير يا منى، ده انت خليتيني شاعر بيكتب قصايد، ده انا الفت لك غنوه بتقول يا ساتر يا رب. ودي كتبتها بقى في حادثه تريلا ولا وانت بتلتقط انفاسك الاخيره في الانعاش؟ استنى يا بؤبؤ، انا ما نقصدش نزعلك، بس الصراحه يعني يا بؤبؤ انت كويس يا بؤبؤ، بس صحيح شكلك معفن انما كويس. بؤبؤ بصراحه كده انا لما بنبص لك بنحس ان انت حكوحه صراصير، بس انت كويس. ايوه يعني هتتجوزيني احنا منى ولا لا؟ بابا احنا ولاد عم وزي الاخوات، انت ما بتسمعش ان جواز القرايب بتحصل فيه مشاكل كتير والاطفال بتطلع مشوهه؟ هو صحيح ده كده اللي هيحصل بردك حتى لو ما كناش قرايب، انما انت كويس. عرفنا اني كويس، هتتجوزيني ولا لا؟ نقول توري يقولوا حلبوه، يعني انت مصر يا بابا؟ قفشت معايا يا منى. لا طالما قفشت معاك يبقى سيب لي فرصه نفكر. بس ما تاخريش عليها منى، احسن لو اتاخرتي مش هيجيلي نوم. يبقى هتنك مزنهر كده يا بابا وعمرك ما هتنام. قشطه. مين؟ العين السحرية خربانة مش شايفة حاجة. انا عمرو يا ماما. وايه اللي يثبت لي انك عمرو؟ غني. غني؟ قول لي اي امارة. فطرنا الصبح سوا مع بعض. فطرنا ايه؟ مربى التوت. التوت انا اللي عاملاه بايديا. المرة الجاية بقى بحط هنا باب سيفتي عشان يعدي يزمر. معلش يا حبيبي، ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة. اقول لك ايه؟ ابوك هراني التليفونات عايز يطمن. ها شفت النتيجة؟ قلبي حاسس انك قبلت. لا ما قبلتش. قلبي حاسس ان ما كنتش هتقبل وما قبلتش ليه؟ ده انت مخلص سياسة وعلوم سياسية وطالع الاول. هتعمل ايه اكتر من كده؟ ما قبلتش عشان خاطر شغلانة ابويا. ومالها شغلانة ابوك؟ حرامي ولا نصاب؟ العواميد كتير قوي يا بابا بتضايقني. ما تقلقيش يا منمون، لو عايزاني نشيل لك العواميد دي كلها. لا الله يخليك متشكرين قوي، لا تربع على دماغي انا. هي ساعة زمن ويكون القذر المهم. الايه؟ القذر قذر يعني حبيبي واعز اصدقائي. طبعا امال هتصاحب مين يعني؟ بقول لك انا رايحه السوق نشتري شويه طلبات وهرجع على طول الاقيك خلصت. سلام عليكم. منمون نعم. ما رديتيش عليا يعني في الموضوع اللي اتكلمت فيه. موضوع ايه؟ موضوع جوازنا يا منمون. الحكايه طولت قوي، ما ترد عليا. ربنا يديك طول العمر يا بابا. ساتر يا رب، ساتر يا رب على منا يا رب. سيبها وسيب فرامل العفشه قفشه ووش كمان مخروم. ايه وسمعني سلام ذئاب الجمل ديب ديب ديب. نفسي اعرف البت دي بتتنك على ايه؟ ما عندها حق. انا فكرت اخطبها بس عشان احس ان انا خدت اي خطوه جد في حياتي. انت معاك بكالوريوس 1000 واحد يتمناه، بتحضر الماجستير، كل دي مش خطوات في حياتك؟ والشغل هيجي. انتوا بتتوشوشوا في ايه؟ وانت رايح فين يا حبيبي؟ وانت ما نزلتيش على كليتك ليه؟ انا رايح اقعد مع اصحابي شويه. انا داخله البس عشان اروح الكليه. وانا اروح فين؟ هي يا باشا بيتنا اللي هدت البيت علينا عشان ما رضناش نخليها تعمل الكوافير على البيت. بيتنا ده؟ بيتنا البيت وقع منا. البيت يا بابا. اهلنا يا بابا. يلا من هنا بسرعه، البوليس هيقبض عليك. سيبني يا واد سيبني. بنقول لك يلا بسرعه. يا دوبك الواد القذر بيخلص عمود الاساس الرابع وهيخش على الخامس، هوب البيت وقع. يا نهار ابوك اسود، 4 عواميد. انا مش قايله لك لا يا بابا، مش قايله لك كفايه. انا كنت عايز اوسع لك المحل عشان نثبت لك اني بنحبك. تموت علينا واهلنا عشان تثبت لي انك بتحبني. وللاسف محدش مات، اول ما عرفوا ان البيت بيقع نزلوا على الشارع على طول. يعني كلهم الحمد لله بخير، نزلوا وما جراش اي حاجه لاي حد. يا بنتي دول بيقولوا ان انت كسرت العواميد عشان تخلصي منهم مره واحده. عمامي وعماتي بيقولوا عليا انا كده. انت لازم تهربي دلوقتي حالا، لو حد شافك هتبقى مصيبه. بس انا ما اتعودتش نهرب، انا نروح للبوليس ونقول له على الحقيقه. ما حدش هيصدقك، العيله كلها هتشهد ضدك وهتخشي السجن. سجن؟ ايوه انت لازم تهربي دلوقتي حالا.
لا انا اتعودت الوجه طالما انا على حق. محدش هيصدقك، بنقولك الموضوع في بوليس ونيابه، انت لازم تهربي حالا بره مصر. وديني على فين يا بابا؟ انا ما نعرفش حد بره اسكندريه. اطلعي بره مصر، الزقازيق، الفيوم، ان شاء الله حتى مصر. بس انا ما معيش فلوس. انا هنديكي فلوس. القطر رايح مصر يا ريس. يلا بسرعه، القطر رايح مصر. يلا بسرعه يا منى، اركبي بسرعه. ابقي طمنين عليك. نسيت الموبايل يا بابا. يا لهوي، مكلمين على الورشه طمنين عليك. ما تيجي معايا، انا خايفه ان البوليس يقبض عليك. خلي بالك على نفسك يا منى، خلي بالك. طمنين عليك. في حاجة غلط جوانا، اتاخدني على اخوانا واتحط لوحدي في خانة صعبة ومقفولة عليا. شوية دمعة طوعيني والضعف يبان من عيني، بكرة الدنيا تقويني، لسه الأيام هي جاية. بس أنا كل اللي تعبني ومأثر فيا إن اللي حصل لي ده كان من ناس فاكراها وفيا. بس أنا كل اللي تعبني ومأثر فيا إن اللي حصل لي ده كان من ناس فاكراها وفيا. لكن إيه يعني مصيرها في يوم تتعدل، وهقابل بكرة الحب اللي ياخدني ويداري عليا. هونها يا قلبي شوية، لو كان اليوم ده عليا يمكن بكرة يكون ليا، وهتضحك لينا الدنيا. مش هرجع ابص ورايا وهلاقي لنفسي بداية، في لسه امل جوايا جايز ياخد بايديا. بس انا كل اللي تعبني ان اللي حصل لي ده كان من ناس فاكراها وفيا. بس انا كل اللي تعبني ومأثر فيا ان اللي حصل لي ده كان من ناس فاكراها وفيا. لكن ايه يعني مصيرها في يوم تتعدل، وهقابل بكرة الحب اللي ياخدني ويداري عليا. طب فول يا دادا. انا هنا حاضر. جرى يا عم الحاج، ده العيد بتاعي. معلش. هو ايه اللي معلش؟ ما لما انت تقول معلش وانا اقول معلش وزازا ده يقول معلش خلفة البلد. وعموما والله ما انا كسفان. خد. على فين يا نسا؟ هو اتولدت منين لو سمحت؟ اتولدت؟ ليه؟ فاهمة نفسك بتاكلي في كنتاكي؟ ايدك على الحساب. الحساب اي هرستني. امسك يلا. فين يا حلوة؟ الحساب. انت مين؟ انا زازا يا اختي، زازا اللي كلتي على عربيته الفول وخلعتي بالحساب. يعني مش جوزي. جوزك؟
اصلك بتسالني رايحه فين وانا السؤال ده ما نسمعش لحد يساله لي الا جوزي. بقول لك ايه، ايدك على الحساب، ابي ب 4 جنيه. هنسيب الموضوع المهم ونقعد نتكلم في ال4 جنيه و4 ساغ. بنت انت ما تعصبنيش لحسن مهمات. ايه في ايه يا زازا؟ الراجل ده له جوزي وله قريبي وبيقول لي رايحه فين وجايه منين، يقول لي بتاع ايه؟ كلت وشربت عندي من غير ما تدفع الحساب يا عم نوفل. شفت بيغير الموضوع ازاي؟ بقول لك ايه، امور النصب والتسول دي مش معايا، فاهمه؟ ايه؟ لو شاطر كده هترفع ايدك تاني. النصب والتسول قال. طب انا يا عم نوفل من يوم ما عرفتني عمري نصبت عليك في حاجه؟ لا الامانه ربنا يا بنتي. يا ستة خلصيني هات الحساب. خلاص الحساب عندي انا يا زازا. خلاص ابقى اجي احلى بيهم عندك يا عم نوفل. يلا كل حي يروح لحاله. انا متشكره. ما تقلقش على فلوسك، انا هنكتب لك بيهم وصل امانه. لا مش قلقان. ما تاخذنيش يعني، ممكن نخش نغسل ايدي؟ اتفضلي. بس انا شايفه يعني ان المحل ما فيهوش لا شعره مرميه كده ولا كده. هو مش شغال ولا ايه؟ كل واحد عنده الحلاق اللي بيحلق عنده. هو انت جديد في الكار؟ انا في الكار ده بقالي 40 سنه. 40 سنه ولسه ما ربيتش زبون؟ ناوي تربيه امتى بقى فوق ال60؟ انا عندي محل ملك، محل شيك في جاردن سيتي. انا نسمع عن جاردن سيتي دي انها حته كلاس، حتى شفتها في المسلسل بتاع حسين فهمي ومحمود قابيل وعزت ابو عوف، وبالاماره كان معاهم مدام صفيه العمري. لا واضح انك غلبويه على الاخر. هو المحل ده مش بتاعك؟ لا ده ايجار جديد. طب ويبقى عندك محل ملك في حته كلاس زي جاردن سيتي وتأجر محل في المكان البيئه ده؟ دي حكايه طويله عريضه. انت اسكندرانيه باين من لهجتك. ايوه اسكندرانيه. في حاجه؟ انا اسمع ان بنات اسكندريه جدعان. طب ما انا جدعه وجدعه قوي كمان. بس اللي عملتيه مع زازا مش جدعانه. ساعات الدنيا بتحطك في ظروف انت نفسك ما انتش راضي عنها. ظروف زي ايه؟ لو مش عايزه تحكي انت حر. لا يا عم نوفل، انا هنحكي لك، هنقول لك على كل حاجه عشان استريحت لك. صحيح اول مره نشوفك، بس فكرتني بابويا الله يرحمه. الله، وايه علاقه 11 سبتمبر وضرب البرجين في امريكا بقفل المحل بتاعك انت هنا في مصر؟ هو انت ارهابي يا عم نوفل؟ المحل بتاعي جنب السفاره الامريكيه، فلما حصل اللي حصل السفاره ابتدت تامن نفسها، رشاشات وحراس وتفتيش وقفلوا المنطقه. ممنوع حد يدخل او يخرج الا اذا كان من سكان المنطقه او ليه مصلحه فيها. الله، طب ما انت ليك محل بحاله مش بس مصلحه. المشكله مش مشكلتي انا، مشكله الزباين اللي بتيجي من كتر اللي بيحصل لها زهقوا قطعوا رجليهم. قمت انت طبعا جايب ضلافها. حاولت اشتغل كذا شغلانه تانية ما قدرتش، لقيت نفسي ما ينفعش غير حلاق. خدت المحل اللي انت شفتيه ده. يا عم نوفل انا مكسوفه قوي. تعالي بس، دي خيريه والعيال هيحبوكي قوي وانت كمان هتحبيهم. طب بس امشي في السكه اشوف نفسي كده حلوه وروحي عجباني، واتمنى قبله ولو صدفه يشوف تسريحتي وفستاني. مراتك دي؟ ايوه. دي مش شبهك خالص. يا خرابي، دي اخرتها يا نوفل تتجوز عليا؟ اتجوزت ايه؟ ايه دي يا خيريه وانا هفهمك. يا عم يا نهى تعالوا شوف ابوكم اتجوز عليا. اهدي يا ماما، مين المزه دي يا بابا؟ دي ضيفه. ايه مالكم؟ بنعامل ضيوفنا كده يا خيريه؟ ضيوف ايه يا نوفل؟ ده خلي بواحده صغيره ومقلوظه بعد نص الليل وتقول لي ضيفه يا نوفل؟ بس الساعه لسه ما جاتش 9. احنا عندنا هنا بقى يا حبيبتي 9 دي يعني نص الليل. بس احنا عندنا في اسكندريه نص الليل الساعه 12.
يكونش ال3 ساعات اللي بياخدهم السوبر جيت من القاهره لاسكندريه هم فرق التوقيت؟ انت تسكتي خالص. انا لازم امشي يا عم نوفل. انت مش ماشيه من هنا. تعالي عايزك في كلمتين. اوعي تتحركي من هنا. اتعرفوا عليها لغايه لما اتكلم مع امكم كلمتين. هتديني ورقتي ولا ايه؟ عم نوفل ده راجل طيب قوي، بيفكرني بابويا الله يرحمه. وطبعا انت صدقت على طول حكايه بيتها اللي وقع، وانها جت على هنا عشان تدور على شغل بعد ما البيبان كلها اتقفلت في وشها في اسكندريه، مش كده يا اخويا؟ وما صدقهاش ليه يا خيريه؟ يا نوفل الدنيا ما بقتش امان دلوقتي، واقطع دراعي من هنا ان البت دي عامله لها عامله وهربانه منها. لا عامله ولا حاجه. البنت كويسه وانت عارفه كويس قوي ان انا بفهم في البشر واعرف مين الصادق ومين اللي بيكذب. ما هو المصيبه اني عارفاك يا نوفل، وهتفضل قاعده معانا لحد امتى ان شاء الله؟ لحد ما ربنا يسهل لها وتلاقي شغل. اطلعي يا خيريه، راضيها وخديها في حضنك، دي بنت غلبانه. انا ما باخدش حد في حضني، افرض انها عيانه ولا عندها مرض معدي. ما تقلقيش، صحتها زي الفل، اطمني. انت كشفت عليها؟ وانا كليه هندسه قسم عماره. وانت معاكي ايه؟ ده منديل ورق. مش قصدي معاكي ايه في ايدك، قصدي معاكي ايه شهاده. انا معايا دبلوم تجاره. ومالك بتقوليها كده وانتي مكسوفه؟ اصلها ماهيش امله يعني عشان نقولها لكم متلحنه. كان نفسك تخش الجامعه؟ لا والله مش فارقه، دلوقتي خريج الجامعه زيه زي بياع البصل، ده يمكن بياع البصل حالته احسن كمان. وبتشتغلي؟ انا فنانه، بنشتغل في هوايتي، بنموت في حاجه اسمها قص الشعر. وناجحه في مهنتك دي؟ انزل انت بس اسكندريه واسال في اي محل كوافير عن منها، هتعرف ان انا متصيطه هناك قد ايه. ولما انت متصيطه قوي كده في اسكندريه، ايه اللي رماكي على القاهره؟ خيريه عايزه تعتذر لك يا منى. انا قلت لك عايزه اعتذر لها؟ معلش. ما لما انت تقولي معلش وعم نوفل يقول معلش والاستاذ يقول معلش والاستاذه تقول معلش، خربت البلد. كلبسات دي لسانها طويل يا نوفل. انا كان قصدي بس نفهمك. ليه شايفاني غبيه ولا ايه؟ بتهزر معاكي يا خيريه. يلا يا نهى، خدي منى وادخلي على اوضتك تغير هدومها عشان هتنام معاكي. حاضر يا بابا. عم نوفل، واحنا هنخش ننام كده على طول؟ وفي حاجه؟ يعني جعانه. كلك نظر. خلاص هنعشيكي. ايه هنعشيكي دي يا عم نوفل واحنا بنشحت منك؟ انتوا بتتوششوا في ايه؟ لا دي منى بتسال ان كان سرير نهى يسعهم هما الاتنين ولا لا. ولا العشاء ايه؟ والعشاء ايه؟ في جبنه وخيار. الله، طب وبتقولي لي انا ليه؟ هو انا اللي بنسال ولا جوزك؟ روحي غيري هدومك، يلا في اوضه نهى. لا مش عارفه، لسه على حسب ما اشوف ظروفي كده هنزل امتى. ايه؟ طب وليد هكلمك بعدين. تهيألي دول مقاسك، شوفيها. ما قلتليش انت جايه هنا تدوري على شغل ولا هربانه؟ الصراحه انا فرحانه قوي ان انا عرفتكم. تحب اخرج لحد ما تغيري؟ يعني لو مش هنضايقك، يعني انا محتاجه ناخد حمام. حمام في الكوريدور. في الايه؟ خلاص انا هنلاقيه، ما تتعبيش نفسك. ماني اعور ماشي، واقتل ماشي، انما اخش النيابه ده اللي مش ممكن ابدا. كراهه قذر، ده انت دخلت النيابه اكتر ما دخلت بيتكم. ببقى اني عملت عمل، انما التهمه دي اني ماليش دعوه بيها، اني هنقول لهم على كل حاجه. هتقول ايه يا قذر؟ هنقول لهم ان منى بنت عمك هي اللي حرضتك تكسر عواميد العماره عشان تقع على اهلها وتخلص منهم مره واحده. بس ده ما حصلش يا قذر. مش مهم ده حصل ولا لا، المهم نخرج من المصيبه دي. صدق بقى انا انك عيل ندل ومعفن. انا عرفت دلوقتي انت لسه مخك قذر. قذر. يا قذر. نعم. نسيت لما كنت بنظبط لك في حشيش ومانجو؟ نسيت اللي كنت بعمله مع زكي اخوك الله يرحمه؟ مين اللي كان بيظبط له في حقن الماكس؟ مين؟ انا. واخر جرعه زياده خدها ومات كنت انا اللي جايبها له. اخويا مات. يا عم خلصني من المصيبه دي. الهدوم عندكم بتتنشر فين؟ حبال في البلكونه. بلكونه؟
ما تيجي نقصلك شعرك بدل ما انت عامله زي نعسه كده. انت بتقصي كويس؟ انا نهزر في كل حاجه الا قص الشعر. ها البلكونه فين بقى؟ بره عندك في الريسبشن. انهون. صباح الخير يا طنط. ايه ده؟ انت مين؟ انا منى بتاعت امبارح. افتكرتك. تحبي نساعدك في حاجه يا طنط؟ لا، وبلاش حكايه طنط دي. امال نقول لك ايه يا خالتي؟ لا خالتي ولا عمتي، انا ماليش اخوات وما بحبش حد يقول لي يا خالتي. امال نقول لك ايه بس يا ابيه؟ يا ابيه؟ بلاش تقولي حاجه خالص. صباح الخير يا ماما. الله، ايه اللي انت عاملاه في شعرك ده يا بنت؟ ايه رايك؟ حلو. منى اللي عاملاهولي. مش حلو، روحي حطي حاجاتي على الترابيزه بسرعه يلا. ايه رايك يا طنط لو نظبط لك شعرك كده؟ ليه يا اختي ان شاء الله؟ شايفاه مش متظبط ولا ايه؟ خلي منى تقصهولك يا ماما، دي ايدها في القص جامده اخر حاجه. لا عاجبني كده. بس المهم يعجب عم نوفل. هو اشتكالك؟ الحكايه باينه الصراحه، يعني مش محتاج يشتكي عشان نفهم. منى عندها حق، شكل شعرك مش حلو كده يا ماما، يعني محتاج شويه تظبيط وهيبقى جامد اخر حاجه. ليه؟ ما انا طول عمري شعري كده، اشمعنى دلوقتي خدتي بالك انه محتاج تظبيط؟ ولا اللي اسمها ايه دي سخناكي عليا؟ صباح الخير. صباح الخير. صباحك. منى قصت لك شعرك مش كده؟ عجبك؟ تعالي. ما كنتش اعرف انك شاطره كده. هو ده حنيه فنانه فعلا. يعني القصه عجبتكم بجد؟ انت اول مره شعرك اصلا تقصي قصه حلوه. انتوا مكبرين الحكايه قوي على ايه؟ دي بوظت شعر البنت، الاول كان احسن بكتير. انت بتبصي لي كده ليه؟ هو انا بصيت لك ولا فتحت عيني حتى؟ كبري. مش رايح الكليه التابع؟ لا انا عندي انترفيو كده شغلانه واحد صاحبي جابها في شركه محمول. والماجستير؟ انا هشتغل واعمل ماجستير. على الاقل اشيل الحمل عنك شويه. حد اشتكالك؟ انا قصرت معاك. ما تسيبه يا نوفل يشتغل ويصرف على نفسه، هتفضل تصرف عليه لحد امتى؟ يبقى انت اللي قومتيها في دماغه، ما انا عارفك لما تزني على ودان حد. ماما ملهاش دعوه. وانت ليه مش متخيل ان انا ممكن اجمع بين الدراسه والشغل؟ صاحب بالين كداب، واحنا ما صدقنا وصلنا للي انت وصلت له. هو ايه اللي انا وصلت له؟ مفيش شغل غير لما تخلص الماجستير بتاعك والدكتوراه كمان، وشغلك هيكون في وزارة الخارجية، ده آخر كلام عندي. رافضني في الخارجية يا بابا، رافضني. حاضر. حمرا قوي يا قوطة، بتاع الخزين يا بصل. صراحة يا عم نوفل شقتك حلوة قوي، بسم الله ما شاء الله شرحة. أنا مش بنقر، أنا عيني باردة. خدتها أيام الرخص، ما هي دي الشقة اللي أنا اتجوزت فيها. كانت الشقة في المقطم ببلاش. مصاريفك كتير قوي يا عم نوفل. كلية نهى وعمرو وإيجار المحل وده الضغط والسكر اللي بتجيبهم لنفسك. عرفتي منين؟ من شكل مراتك طبعا. بتجيب الفلوس دي منين؟ بتصرف. بتتصرف ازاي يعني؟ اوعى تكون بتبيع بانجو يا عم نوفل. أعوذ بالله. يبقى مقضيها شحاتة. لا يا بنتي، في طريقة تالتة بيعملها المواطن المصري غير المخدرات والشحاتة. بيستلف. تستلف؟ ليه كده يا عم نوفل؟ ده حتى بيقولوا ان السلف تلف. ليه كده؟ عشان نهى وعشان عمرو وعشان صحتي. والنبي تسكتي يا منى. طب ما هو عمرو عايز يشتغل وانت مش راضي. اسمح لي يعني يا عم نوفل، انا مش معاك في الحكايه دي. طنط ام عمرو قالت كلمه الحق، هي صحيح لا طيقاني ولا انا عارفه نفهمها، بس برضك قالت كلمه الحق. عمرو لو اشتغل هيسيب دراسته، والماجستير هو الامل الوحيد اللي قدامنا، لان ده اللي هيوصله لوزاره الخارجيه. انت ايه اللي جابك معايا؟ يعني جايه نلمع جزم؟ جايه نشتغل نحلق طبعا. بتعرفي تحلقي للرجاله؟ انا نهزر في كل حاجه الا الحلاقه. لنفترض حسن النيه وانكم فعلا لما هديتوا عواميد الاساس كنتم قاصدين توسيع المحل. تفتكر ليه اهلكم بيتهموكوا بانكم كنتم قاصدين تهدوا البيت عليهم؟ فين السؤال؟ عشان بيحقدوا عليا انا ومنى. عشانك مني بحبها يا باشا، وخصوصا بقى يا باشا لما عرفوا ان ابوها الله يرحمه كان كاتب لها العماره باسمها. ولو الكلام اللي انت بتقوله ده صحيح،
تفتكر منا هربت ليه وفين؟ ايه ده؟ نفس السؤال اللي سالوه لي الباشا ضابط المباحث، وحضرتك تعرفه؟ وهنفضل نسال السؤال ده لحد ما تقول لنا على مكانها. طب وانا ذنبي ايه يا باشا؟ اذا كنتوا انتوا الحكومه ومش عارفين، انا هنعرفه؟ انا كل اللي اعرفه يا باشا اني بحب منى وعايز نتجوزها. تعالى امضي على اخوالك. بق خد المتهم ودخل حوض القذر وهات لي كوبايه شاي. رايح فين؟ هجيب لي ساعتك الشاي. ايه المخلوق ده يا عم نوف؟ ده لونا الهواج. ايه الحلاوه دي؟ صاروخ وربنا صاروخ. صاروخنا لما يلهفك. انت مالك بتحلى فيا كده ليه؟ قريبتك دي يا عم نوفل؟ قريبتي وبتشتغل معايا. حط الشاي واتكل. والنبي تحلقيني. انصرف. ابص ايديكي تحلقيني. اعوذ بالله من غضب الله. نهايته حلقت الشعر ب10 جنيه والدقن ب5. كده كنيله متشابهه الخروف. عشان تحط ايديك على شعري عايزاني ادفع 10 جنيه. امال لو جوزتيني ادفع كام؟ بسيتك حيه يا معفن. ولا يا نونا احترم نفسك. انا عارفه ده جاي يهزر يا عم نوف. ولا انت مش حطيت الشاي؟ اتكل على الله كل عيش. اصلي بكره الحلاقه وبحلق كل فين وفين. ما هو باين من العنكبوت اللي معشش في نافوخك. عشان خاطرك انت هغير مبدئي واحلى. طب اتزرع هنا يا جماعه. زرع. خايف مرة أحب وعارف ليه أنا قلبي خايف. شفت الحب بيبكي ويضحك من وعين وشفايف. بس كنت هنسى. ايه رأيك في ده؟ الله ده لونه حلو قوي. مبروك عليكي. مبروك عليكي انتي. عليا انا؟ في ايه مالك يا بنتي بلمتي كده؟ شفته بالصدفة عجبني اشتريت منه 2. انتي 1 وانا 1. متشكرة يا نوح انتي رقيقة قوي. طب يلا قومي قيسي عايزة اشوفه عليكي. قبل ما انسى، في بنتين صاحباتي عايزينك تروحي لهم البيت. لما شافوا شعر رشا ولا اتجننوا. بس انا ما نقدرش نسيب عم نوفل في المحل لوحده، ده كل يوم بيتزحم على اليوم اللي قبليه. طب ايه رأيك لو جبناهم هنا واحدة ورا التانية؟ ايوه عشان امك ترمينا واحدة ورا التانية من الفرندا. طب وبعدين اقول لهم ايه؟ دول مصممين انك تقص لهم شعرهم، وانا بصراحة وعدتهم. بنفكر نجيبهم في المحل. طب ازاي يدخلوا محل رجالي؟ طب انا في فكرة كده في دماغي، بس الفكرة دي لازم نوافق عليها عم نوفل الاول، ان احنا نجيبهم بدري قبل ميعاد الشغل. دي فكرة جامدة قوي. ده مين اللي بيغني ده؟ ده عمرو. عمرو دياب؟ ده عمرو اخويا يا منى. في ايه؟ ايوه عمرو. طب هو انا ممكن نروح نسمعه كده وش خبط لزق يعني؟ هو انا هعرف اذاكر منك النهارده؟ خلي بالك انت كده ممكن تكوني سبب في فشل، ودي جريمه يعاقب عليها عم نوفل بالاعدام شنقا. خايف إني أحب وخايف ينسى الحب يوم يقابلني. خايف أجرب خايف أهرب خايف أقرب يبعد عني. ناس من الحب شافوا قاسية وناس اتهنوا. خايف يقسى الحب عليا خايف منه واندم لو حبيته وقسيت. واندم لو عمري ما حبيت. اندم لو حبيته وقسيت. واندم لو عمري ما حبيت. بس لا ولا الا احبه واللي قلبي يروح لقلبه واللي ترتاح روحي جنبه. يومها عمري ما بقى خايف. منى اصرت تسمعك فيس تو فيس. انا ما اصرتش. طب ومالك زعلانه كده؟ خلاص يا ستي ما اصرتيش. بس لو عايزه تسمعيني بقى انا عازمك في عيد ميلاد وليد صاحبي. هغني هناك اغنيه بتاعتي انا. امتى؟ يا سلام، يعني مش عارف امتى؟ طيب انا هدخل اكمل مذاكرتي. مالك؟ مش عارف، عايز اخرج بره نفسي شويه. تخرج بره نفسك ازاي يعني؟ انت عمرك ما خرجتي بره نفسك قبل كده؟ نخرج بره نفسي نروح فين؟ طب فرضا يعني خرجت بره نفسي معرفتش نرجع لها تاني، نعمل ايه ساعتها؟ القمح اكل الناس. عملوه بنزين للعربيات.
كمان يبقى ليها حق الحياه تولع. ده كمان اهلا يا خالتي. في 2 جوه عايزينك تحلقي لهم. مين الامور؟ ده مكاوي صاحبي بيجي يقعد معايا اهو ندردش شويه. ده بقى تفهمه ان هنا مكان شغله واكل عيش وتخليه يروح لامه. معلش سيبيه قاعد معايا شويه. ايوه عليك يا عم نوفل وعلى طيبه قلبك. ما لما انت تقول معلش ومكاوي اللي بيمقق فيا ده يقول معلش نقفل الدكانه بقى. خلاص كروشيه على المداري. ازيك يا عم مكاوي؟ ما شاء الله كبرتي وحلويتي اهو. حلوت؟ ده على اساس يعني ان انا كنا بنلعب قدام باب شقتك من 14 سنه. قوم يلا عشان نحلق لك. قوم. تحلقي لي؟ امال انت كنت جاي هنا ليه؟ انا جاي اقعد مع نوفل نتكلم ونتناقش في امور الحياه. تتناقش؟ ليه قالوا لك عليه صالون ثقافي؟ ده صالون حلاقه. يلا بقى بلاش غلبه خلينا نحلق لك ونخلص. انت اللي هتحلقي لي. ما ينفعش. لا تنفعي قوي يا جميل. طب يلا. برافو يا منى. كان نفسي اشوف مكاوي ده قاعد على كرسي الحلاقه من سنه، ان شاء الله حتى يحلق دقنه. اما نخش نحلق له ولا غير كلامه يا عم نوفل. يلا. لا مؤاخذة يا كباتن هنحلق لعم مكاوي الاول عشان هو حاجز من امبارح. انا عايز احلق زيرستيشي. انهون؟ زيرستيشي بتاعت عمرو دياب في قمرين. قصدك فرساتشي؟ هي دي. فرساتشي مين يا عم مكاوي؟ انا نعمل لك قصه عماد حمدي ونضرب لك 7 كيلو فازلين في راسك ونرجع لك شعرك لورا. لا 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 دي قديمه قوي. وانت يعني اللي جديد؟ اقول لك حطي لي جلد. بس يا عم مكاوي انا عرفت. انا هنعمل لك شعرك سبايكي. ايوه جاي. احلى شاي في ال50. الله ينور عليك. شربوا يا شباب. 2 شاي. 2 شاي. بقول لك ايه؟ مين الموزه اللي محل عم نوفل دي؟ ما تقولش عليها مزه، دي منة وانا هخطبها. هي بتحلق للشباب؟ ما هي اللي حلقالي. ما هو باين ان حلقالك. طب سك على الشاي. الفلوس دي كلها يا نوفل؟ ده انا نسيت شكلها. ده انت بقالك سنين ما بتطلعش قرش غير لما بطلب. ربنا فرجها يا خيريه ومنى هي السبب. هي البت دي هتبلط عندنا على طول. دي ما بتجيبش سيره انها تروح لقالها ابدا. ما تفتريش عليها. البنت دي من يوم ما حطت رجلها في المحل والمحل رجع تاني زي زمان. طب والله بتصعب عليا. لا اب ولا ام، هي مقطوعه من شجره. لا ليها اهل ومبسوطين، بس كانوا قاسيين عليها بعد ابوها ما مات. طب ما تكملش قطعت قلبي. بدل ما قلبك يتقطع قوي كده روحي قولي لها كلمتين شجعيها. البت واقفه معايا ولا 100 راجل. دي رافضه تاخد قرش احمر من ساعه ما رجلها جت المحل. ما انت خليت نوها تجيب لها لبس. في ايه؟ بصه لحتتين هدوم ومش بصه الفلوس اللي في ايديكي. بقول لك هي السبب. بعدين ما انت رحت اشتريتي لبس. عرفت منين؟ اتفضل انت. لا اتفضلي انت. خلاص يبقى لا انا ولا انت ندخل وبلاها حمامات النهارده بقى. انت دمك خفيف قوي يا منى. انت حسك حلو قوي. عجبك؟ يا لهوي ده عجبني موت. تعرفي انت شكلك كده عندك حس فني عالي قوي. انا كنت عايزه نعرف انت بتخرج برا نفسك ازاي، يعني عشان نعمل زيك وكده. انتوا بتعملوا ايه؟ لا 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 احنا كنا عايزين ندخل الحمام. تدخلوا الحمام؟ مش مع بعض. انت هتحكي لي ظروفك، انا هدخل الاول عشان معذوره. واحنا كنا بنقول ايه؟ هي حصلت يا بؤبؤ. اني نخش المحكمه. يا حوده ما تحسسنيش ان رجليك كانت واخده على قصر ثقافه الانفوشه. وبعدين ده انت امك اتمسكت بقرش حشيش وهي حامل فيك ووديتك في جلسه محكمه الاستئناف. وبعدين ده المحامي قال لي انه هيحاول يطلعنا من النيابه. بص بقى يا بؤبؤ، عشان انت صاحبي وحبيبي واكلين عيش وملح، وعشان ما تتفاجئش الموضوع ده لو وصل المحكمه اني هنقول للقاضي على كل حاجه.
منى اتأخرت كده ليه؟ كانش في حته ابعد من كده تقابلني فيها؟ ايه ده؟ تعالي. مش انا قلقت عليكي؟ بجد؟ بجد. عادي. لسه قعدنا. تشربي ايه؟ هما بيبيعوا ايه هنا؟ مش عارف، بيخضوا كده. كابتشينو؟ 2 كابتشينو. شيل القهوه دي لو سمحت، 2 كابتشينو. انت مخضوضه ليه كده؟ انت بتهربي مني ليه؟ انت كنت قلت لي انك عايزني في حاجه مهمه. محتاج اتكلم معاكي شويه. اتكلم. انا عارف ان انت اللي شغلتي المحل وليك الفضل بعد ربنا في استقرار حالتنا الماديه. وايه كمان؟ انا ما اقبلش ان انت تصرفي علينا. انا لازم اشتغل. انا مش بنصرف عليكم، اللي بيصرف عليكم هو ابوك عم نوفل. انا كل الحكايه اني بنشتغل معاه بس. وبتاخدي اجر مقابل شغلك؟ اجري اني نعيش وسطيكم. حسستوني بالامان بعد ما كان راح مني. لما ماتت امي الله يرحمها حسيت وقتها انه نهايه العالم بالنسبه لي، بس قدر ابويا ياخدني في حضنه ويعوضني عنها لحد ما جه وقته هو كمان وربنا افتكره. ساعتها حسيت اني بنواجه العالم لوحدي لحد ما جيت بيتكم. غريبة الدنيا دي، معاك فلوس الناس كلها تتلم حواليك وتطمع فيك، ما معاكش محدش يطيق يبص في وشك. قوم بينا نمشي، اتأخرنا. ايه ده؟ ايه الجو الغامق ده؟ انت زهقتي مني ولا ايه؟ ابدا والله، بس انا ما قلتش لعم نوفل اني هنتأخر كده. زمانه دلوقتي قلقان عليا ومستعوقني. انت يعني مع حد غريب؟ ممكن نقعد شويه؟ اسمع بقى يا عم عمرو، علشان تقدر تحقق حلمك لازم تبقى اكبر من الحلم. لو حسيت للحظه انك اصغر منه عمرك ما هتقدر تحققه. اليأس بيضيع اصحابه احيانا. تعرفي انك مفاجأة بالنسبة لي؟ كل يوم بكتشف انك اجمل من اليوم اللي قبله. شكرا. انا ما قصدتش شكلك. لا انت جميلة طبعا، بس انا اقصد جمال المضمون. يعني انت انسانة جدعة وذكية وبتفهمي. هتيجي معايا عيد ميلاد وليد؟ انت عايز ايه؟ انت عارفة. ايه رأيك في الفستان ده؟ الله، ده رقيق اخر حاجة. طب قدامي على البروف عشان تقيسيه. لا مؤاخذة يعني مش واخدة بالي. يعني الفستان ده عشانك. ده كتير قوي يا نوح. ده عشان حفلة عمرو. بس برضك ده كده يعني. ايوه كل دي خنق. شفتي وليد الجبان؟ قبل ما نلبس كلاسيك وعامل الحفلة فانكي. انهون. تعالي. وليد خد ده. اعمل بيه ايه ده؟ اشربه. يلا. بس احنا اتفقنا انك تجدد لي العقد كل سنه، ايه اللي حصل؟ انا كلمتك من اسبوع وعرفتك ان العقد منتهي. انا ما اقدرش اجدده لك. لو عايز زياده انا تحت امرك. الموضوع مش موضوع فلوس خالص. انا هفتح المحل الواد محسن ابني، خرج بقاله سنه بندور على شغل مفيش. هفتح له المحل ده سايبر وبلاي ستيشن. انا عندي دلوقتي بس يا ماما المحل واتقفل ومحلات تانية مفيش. كان مستخبي لنا فين ده كله بس يا رب؟ هناكل ونشرب منين بس يا نوفل؟ بطلي والولا يا خيريه وخلينا نعرف نفكر. وهي دي محتاجه تفكير؟ ما هي باينه زي الشمس، عقده وملهاش حل. ليها حل، وارجوك يا بابا اسمعني المره دي لحد الاخر. جه الوقت اللي لازم اعوضك فيه عن كل سنين شقاك، وارد لك جزء بسيط من اللي عملته معايا. عمرو بابا مش ناقص وكفايه اللي هو فيه. احنا لازم نكون واقعيين. انا هنزل اشتغل واصرف على البيت، هو ده اللي لازم يحصل. اخر مره اسمعك تقول الكلام ده. لما اموت ابقى اعمل اللي في مزاجك يا سيدي.
بعد الشر عليك يا اخويا، ان شاء الله عدوينك. انا عارف المصايب اللي نازله على دماغنا دي سببها ايه. الظاهر ان في حد وشه نحس علينا. تقصدين انا يا طنط؟ اللي على راسه بقى هيحسس عليها. خيريه مستنيه منها. انا هغير هدومي وهحصل. عمرو وراها وما ترجعش الا وهي معاك. المفروض انها اتعودت على كلامي، انا كلامي كده، فجأة بقت حساسة ومش طايقاني. هتروحي فين؟ انت متعرفيش اي حد هنا. رجعي معايا البيت. هنتمشى شويه عشان نهدى. محتاجه نخرج بره نفسي. محتاجه ايه؟ تخرجي بره نفسك؟ ارجع انت يا عمرو، انا لما هنتمشى هنفوق وهنرجع على طول. نروح فين يعني؟ انت قلتي نتمشى، يعني انا وانت، ولا ده يضايقك؟ انا عارفه يا عمرو ان والدتك ست طيبه، كفايه قوي انها مستحملاني في بيتها كل ده. هي يعني كان ذنبها ايه في ظروفي؟ مش عايزه تحكي لي؟ ايه اللي خلاكي سبت اسكندريه وجيتي تعيشي في مصر من غير ما يكون من غير ما يكون لي حد فيها، مش كده؟ مصيرك هتعرف. بس والله انا قايله لعم نوفل على كل حاجه قبل ما ندخل بيتكم وانا اشاركه. وانا كمان عايز اعرف يا منى، مش يمكن اعرف اساعدك في اي حاجه؟ خلينا دلوقتي في مشكله عم نوفل. انا الصراحه كنت بنفكر نرجع اسكندريه واللي يحصل يحصل، بس لما خرجت بره نفسي وشرتها لقيت ان ما يصحش نسيب عم نوفل في الظروف اللي زي دي برضك. انت شايفه ايه؟ لازم نفتح محل جاردن سيتي، نجرب، مش هنخسر حاجه. تفتكري بابا يوافق؟ ده تقريبا فقد الامل فيه. لا يا عمرو، لازم يوافق، لازم انا وانت نحاول نقنعه. يبقى ترجعي معايا البيت، صح؟ عشان خاطر عم نوفل بس، حد تاني لا. صباح الخير. صباح النور. امال الشاويش عبد الله فين؟ انا الشاويش حسام، يلزم خدمه؟ لا انا صاحب محل الحلاقه اللي جوه وعقد الملكيه اهو. اتفضل خش. شكرا. رايحه فين؟ دي معايا. باين ينفعش، لازم تكون من اللي ساكنين في المنطقه او من اصحاب المحلات او رايحين يقضوا مصلحه في السفاره. محسسني ان داخله نادي سبورتن يعني. انا عارف ان ده هيحصل. الانسه شغاله معايا في المحل. وبتشتغل ايه بقى المزمزيل في صالون الحلاقه الرجالي؟ مربيه اطفال. يعني هنكون بنشتغل ايه؟ بنحلق للزباين طبعا. هي منى. وانت اهلك بقى اللي كانوا مفكرينك هتطلع لواء وسموك حسام؟ يا بنتي مش كده. امال في ايه؟ في ان الراجل ده بيقول على نفسه حسام لما هو اسمه حسام، امال حضرتك يبقى اسمك ايه؟ علاء بيه. استنى، الموضوع بالظبط. الموضوع اننا بنشتغل مع عم نوفل في المحل اللي جوه، والراجل ده مش عايز يدخلنا. وانت فعلا بتشتغلي معاه؟ او ربنا يا علاء بيه، وليك عليا نحلق لك اول مره ببلاش. بطاقتك؟ بطاقه؟ ليه البطاقه يا علاء بيه؟ ايه بطاقتك فيها مشكله؟ لا لا لا، مفيش مشكله. ادخلي. تعالي يا بنتي. قلقتي ليه لما طلبوا البطاقه؟ بصراحه يا عم نوفل خفت لا يتحروا عني ويعرفوا الحكايه بتاعت اسكندريه. ما تقلقيش، دول هياخدوا البيانات ويرجعوها لك. ربنا يستر. الو، ورشه الحاج بيجو، نقدر نكلم الاستاذ بوبو الميكانيكي؟ انت اتصلت قبل كده وقلت لي. انا اول مره نتصل. لا اصل انا خالته مديحه، دوكا اللي اتكلمت قبل كده دي خالته سميره. بوبو لسه بيحققوا معاه في حكايه وقوع العمار. كده؟ طب شكرا. طب اسمعوا دي. خدت بعضي وسبت الصالون ورحت اشرب كوبايه شاي في القهوه اللي جنبنا. خلصت الشاي ورجعت الصالون الاقي منى مقعده مين قدامها؟ العقيد علاء شخصيا، بتحلق له وبيحكوا مع بعض كانها تعرفه من 10 سنين. ده انت مشكله يا منى. بجد؟ اول مره اشوف بنت زيك كده.
جدعه وجريئه. متشكره يا عمرو. هما بنات اليومين دول كده وشهم مكشوف، لا يكسفوا ولا يختشوا. متشكره يا طنط. ايه متشكره دي؟ تاني يا خيريه. كلمتي هي اللي بتقف في الزور يا نوفل. بابا انا سلمت البحث بتاعي خلاص، ادعي لي بقى. ادعي لك يا ابني، انت ونهى ومني. يا رب يا عمرو تنول اللي في بالك وتحقق كل احلامك. ادعي له يا طنط، ده حتى بيقولوا ان دعوه الام مستجابه. انت مالك انت، ادعي له ولا ما ادعيلوش؟ ابني وانا حره فيه، ولا فاكره نفسك هتحنني قلبي على ابني؟ تصبحوا على خير. فمن اهله. تصبحوا على خير. وانت من اهله. ما تقوموا انتوا كمان، قوموا وسيبوني، ما انا عارفه مفيش حد طايق لي كلمه في البيت ده. عيني على بختك يا خيريه. طب ايه رايك يا طنط، انا ليا مزاج نمسك لك شعرك ده نقصه ونظبطه لك. انت مش لاقي حاجه تعمليها هتسلي عليا؟ طب بس جربي، ده احنا هنخليكي زي القمر. ليه؟ شكلي مش عاجبك ولا مش عاجبك؟ دي منى لو قصيت لك شعرك يا ماما هتعمل لك نيو لوك جامد اخر حاجه. اللوك ده تعرفوه انتوا، انما لما احب اقص شعري مش اي حد يقصهولي، انا عندي الكوافيره المخصوصه بتاعتي. هي مين دي يا ماما؟ بعدين اقول لك. طب ايه رايك بقى ان محدش هيقص لك شعرك غير انا؟ يا ستي مش عايزه اقص شعري، هو القص بالعافيه؟ بالعافيه، تعالي معايا. ماما ما تعصلجيش معايا. طيب خلاص هاجي معاكم، بس لو جرالي اي حاجه بقى هوديكم في داهيه، وانت بالذات. بس جربي مش هتخسري. بقيتي حلوة قوي يا خيرية. ايه منى رضيت عنك؟ ليه؟ هو انا كنت وحشه ولا ايه؟ وبعدين مين المنفوسه دي اللي ترضى ولا ما ترضاش؟ هي ريتك انها غضبانه عليا ولا ايه؟ ما تزعليش يا خيرية، ما قصدتش ازعلك، بس الجنية دي رجعتك ورا 30 سنة. انا عمري كله 30 سنه يا نوفل، تبقى رجعتني بطن امي بقى ولا ايه؟ تعالي بس بلاش عصبية يا خيرية، ده انت اصغر من كده بكتير. تعالي تعالي. عارفة انا لو اعرف انك هتتغيري بالشكل ده انا كنت جبتلك منى دي من زمان. تعرفها قبل كده؟ قررت النيابة العامة إخلاء سبيل كل من بكر السيد علوان الشهير ببؤبؤ ومحمود أحمد محمود وشهرته القذر، وقد تم حفظ القضية. ولا بؤبؤ يعني انا كده مظلوم يلا. يا عم نوفل يا منى يا صوت الولد هنا. يا منى النبي يا ساويس سيبنا اخش. مش هتخش. انا جايب لها دبله ومحبس وجاي اقدم لها. هو انت شايفني ابوها؟ منى الحقيني يا منى، تعالي يا منى، تعالي شوف يا منى، انا جات لك اهي، انا جات لك اهي. ايه تصدق تنده على بطاطا في ايه؟ جاي احلى مش عايزين تدخلوني. ليه مش عايزين تدخلوه؟ ده الولا نونا ده زبون عندنا. مش هيخش. مش هيخش ليه؟ ايه انت ما عندكش قلب؟ مش شايف شكله عامل ازاي؟ ده لازم يجي يحلق عندي مره كل اسبوع الا يامن. ولا انت عايز تبوظ لنا الكرسي اللي احنا ماشيين عليه؟ هو صحيح شكله معفن بس كويس. اطلعي احلقي له بره، انما يخش جوه ده مستحيل. كده ماشي يا حسام، هنحلق له بره بس خليك فاكرها، وانت تزرع هنا يلا يا نون على ما نجيب العده ونرجع لك. حاضر يا منى. ايه اللي بيحصل عندك يا شوقي؟ يلا بنت تقوم هنا، يلا يلا. ايه انا مش بنت وانا اسمي منى واقفه برضه الحكومه. يعني يا اختي مالكش دعوه بيها. طب يلا اخويا من هنا، وانت كمان يلا. طب ايه قولك بقى ان انا مش هنتعتع من هنا غير
لما نحلق للولد لونه شعره. مبروك يا تمام يا مجدي باشا، تمام سعادتك، الطريق مفتوح سعادتك.